سامر سعيد غايب. غوبة. طبعا راح يتعاقب، تشوفه باكر ايش راح يصير. غياب حبيب جعفر وسامر سعد اليوم على الوحدة التدريبية. اثنينهم هم نجوم، وحبيب جعفر يعني انطلب من عندي اليوم في احد الجامعات العراقيه ان يفتتح مشروع، وبما انه هو اسطوره ونجم كبير فمن حقه ان يروح يشارك، اخذ الاذن وراح شارك زملاء الطلاب في افتتاح مشروع خيري من اجل اسم العراق، فلازم نساعد. وسامر سعيد. سامر سعيد غايب. غوبة. طبعا راح يتعاقب، تشوفه باكر ايش راح يسوي. والله تمر المرتين مو؟ لا، هو هذا يريد يغيب، بس اليوم صار عنده برف خطيه، اي بس ان شاء الله يتمرن صحيح ويعوض اليوم. اليوم اجواء ممطرة، لحت على اللاعبين هواي، حيدر محمود قال لو بدنا نقله من هسه. هو هذا الهدف، انه من تشعر اللاعب وصل مرحله التعب ومرحله الجهد، فعليك ان تقتنع انه تدريبك وصل للهدف الاسمى. ممكن بعض اعمار اللاعبين ضغط من التمرين ياذيهم اذا حسين بالاخر قام مش قوه. لا، هو اساسا ليت صار 4 ايام قمه بالالتزام، قمه بالانضباط، يتدرب احسن من اللاعبين اللي اصغر من عنده، فاكيد يوصل لمرحله الجهد، لكن من عبر لمرحله التعب ونعيده لوضع الاستشفاء، لانه هو ليت لازم نجهزه بصوره صحيحه حتى نستفاد من عنده بالمباراة.